تعالوا اوريكم ازاي وديت تيتا اللي بقالها 70 سنه بتشجع الزمالك وعمرها ما راحت ماتش تتفرج على فوز الزمالك بالدوري. تبوس ايدك ليه؟ احمد ربنا. زي ما انتم شايفين تيتا بقالها سنين قاعده في البيت وما بتحبش تنزل، فقررت اجهز كل حاجه في صمت لحد ما يبقى الامر واقع. تقدر تعمل كده؟ هو تقول الحمد لله وخلاص. شيء شخصي. يا تيتا غمضي عينك، هجيب لك مفاجأة. لا بس ما تفتحيش، لو فتحتي قبل ما يحصل مشكلة اكيد. والمفاجاه ان عكس توقعات كل العيله تيتا وافقت. صهنيكا كوباتا نازل زمان. التذكرة دي ايوه ايوه. ده امتى ده؟ ده ليك؟ امتى اروح يعني؟ انت مش شايفة دي ولا ايه؟ ما صورتك اهي. طيب يعني ايه ده بتخوف؟ طبعا ماضي يعني، لو ماضي يعني لسه هو ماضي. مش مصدقة نفسي اللي انت بتعمله ده. مش مصدقة. تعيش عيني بقى، دي اللي جاينا بقى يا تيتا. ليه يا حبيبي تعمل كده؟ ايه يا عائل؟ مش مصدقة اللي انت بتعمله ده. ومين هيلبس ده؟ انت انا جايب مقاسك اهو. ده امتى الكلام ده؟ مكتوب ايه ده جاي من بره دي. انت اتجننت يا ابني. اصل هعمل ايه بقى؟ مكتوب عليها تيتا فوفا، نفس الطباعه بتاعت لعيبه الكوره. تيتا فوفا رقم كام؟ وبعدين هلبسها ازاي دي؟ هلبسها جوه. ايه؟ هلبسه وانا قاعده هنا في البيت يعني؟ عايز اقول لك على حاجه، شايف التيكت دي اللي انا جبتها وقعدت ابهدل نفسي عشان اعرف اجيب لك تذكره زي قلتها ليه؟ حطوا اسمك في الكشف ان انت تنزلي الملعب اقعد تحت. مع اللعيبه. ده بجد هتبقي من انا الناس. اقعد على الكرسي ازاي وانا ما فيش رجول؟ اصلا مشكلتي ده انا رجلي هتتكسح كده. والله طب مشكلتي. هلبس ايه على دي؟ والله مشكلتي ما اعرفش بقى، بتاعت الرجول دي بقى، دي بتاعتك دي. طبعا هنا بدات تقلق وتحس ان الدنيا مش متجهزه وزعلت شويه، بس ما تعرفش اني عامل حسابي على كل حاجه. واخيرا ضحكت تيتا. سيب كده على نفسك. لا انا والله بنسي من ساعه ما بصراحه يا جماعه رهبه الاستاد والاجواء كانت خياليه، وده اللي اثر فيها جامد. هنكسب ان شاء الله، ان شاء الله هنكسب. وطبعا كمرافق ما ينفعش اكون جنبها طول الوقت، فكنت برجع المدرج وهرجع لها بين الشوطين. وهنا